الشكل الجميل لازم نحيي بالتحية المعهودة بالجرينتا لكل مشجعي الكالتشيو ومتابعي ومحبي النجم أليساندرو ديل بييرو. الآن قبل لا أدعو ضيوفي إلى أرض الملعب أحتاج منكم وقت اللي ديل بييرو يلقي كلمته ياخذ تحية تاريخية من التصفيق ما شافها ولا شخص في الكويت ولا نجم يا إلى الروضان. يتفضل رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الروضان خالد الروضان مع النجم أليساندرو. تصفيق كبير لهذا الأسطورة. كلنا شباب لا يوقف. تاريخية يوفوية. Alessandro Del Piero, بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة كنت مذهب كلمات كثيرة بعد ما شفت هالجموع. أنا أعتقد إحنا بلدنا الكويت فعلا نحتاج رياضة محترمة. شيء أمانة اللي شفناه اليوم منظر مهيب، مو بشهادتي أيضا بشهادة أليساندرو. أنتوا جمهور رائع، أنتوا جمهور راقي، أنتوا جمهور فعلا يحب الرياضة، وإن شاء الله إن شاء الله تقدم لنا رياضة على هذا المستوى. أنا هذه دورة الروضان دورة فعلا نبيها تكون دورة تحقق الأحلام، وأدري حلم الكثيرين منكم أنه يوقف ويصور ويا أليساندرو ديل بييرو، ولكن في أشخاص أو في شخص معين اليوم بهذه الصالة راح نختاره الحين. درسنا لو تسمحون درسنا كثير من الحالات، لقينا في حالة عمره ما سافر برا الكويت، لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه تصف يلتقي مع أليساندرو ديل بييرو، وصدف أن هذا اليوم هو عيد ميلاده. هذا شخص فعلا اسمع الكلام، هذا شخص لا يملك سيارة، يحاول يوصل القهاوي عشان يشوف مباريات أليساندرو ديل بييرو. شخص فعلا عاشق لهذا الرجل وعانى. أنا هو يمكن يصدم اليوم. أتمنى من أخوي سعد الرفاعي يشرفنا اليوم هني لتحقيق أمنيته. سعد أنا اليوم رسالتي، عندنا كثير من سعد موجود بيننا هني، والكثير يريدون تحقيق أمنياتهم. ما أقدر أوعدكم منو شنو اللي جاي، لكن قسما بالله إن راح تظل دورة الروضان يوم عن يوم تحقق أمنياتكم باللي نقدر نسوي عليه.
من محاسن الصدف ان اليوم قبل يوم من الانتخابات ودي اوجه رسالة. الرياضة اللي جمعتنا اليوم اتمنى الانتخابات باكر ما تفرقنا. شكرا يا اخوان. سعد، اعتقد يعني هذه لحظات تاريخية وانت تجتمع فيها مع نجمك المفضل أليساندرو ديل بييرو. اللجنة المنظمة ما كان يفترض انك انت تقول كلمة، لكن اعتقد انها لحظة تاريخية ولازم توثق هذه الكلمات وهذه المشاعر. شو تقول يا سعد؟ انا ودي اتكلم ايطالي بس في مترجم راح يوصل له. يعني انا عمري 32 سنة، في عمري ما احتفلت بعيد ميلادي ابدا يعني، لكن ما توقعت في يوم ان يوم عيد ميلادي اليوم تكون اجمل لحظة تاريخي بصراحة بكل امانة. شيلوا سعد يستاهل. إذن الآن بأجواء تورينو في صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية أقدم لكم أسطورة نادي يوفنتوس ونجم المنتخب الإيطالي ولاعب سيدني الحالي أليساندرو. شكرا. First of all, I want to say thank you for all of you for your warm welcome, and I really appreciate it, and I really enjoy to be here today. I want to say thank you to all the family at Rodan for inviting me and for your wonderful tournament. It's very, very interesting and passionate tournament. And I want to say thank you to all the Kuwait fans, all the Kuwait sportive people. It's lovely to be here tonight because I can feel directly live what you are passionate and what kind of passion move all over your heart. And nothing. The passion is the key for my career, the key for everything, I think. And I hope to Thank you. And this is a great moment for me because you are so far from Italy, but I can feel all of your warm attention, all your warm enthusiasm around me. Thank you very much. Shukra. And yeah. And Ramadan Kareem. هذا هو أليساندرو ديل بييرو وهذا هو جمهور دورة الروضان. شكرا. يقول ديل بييرو ما أعيش أجواء غريبة مع أن إيطاليا بعيدة، إلا أنني أعيش أجواء إيطاليا بوجود هذا الجمهور. شكرا لكم. وفي إيطاليا أثناء التشجيع تشوفون الجمهور كله ينقز، فأنا أبي المدرج اليوم يهتز بتشجيعه قبل أن يقدم أليساندرو ديل بييرو هدية للسيد خالد الروضان رئيس اللجنة المنظمة العليا لهذه البطولة. دعوة للجمهور.
والآن بعد تقديم تيشيرت يوفنتوس يقدم الآن اللاعب ديل بييرو تيشيرت الحالي في نادي سيدني. يستاهل بوتوبيوس. الآن دائما في دورة الروضان عهدنا